السلام عليكم يا ابطال واهلا بيكم في فيديو جديد. اهو مش ناسيكم وما اتاخرتش عليكم، لا وكمان صلحت المايك واشتغل عشان تسمعوني كويس، يعني مدلعكم بالزياده، فما تنسوش اللايك والشير، ولو مش عاملين سبسكرايب فانتوا فايتكم كتير، وتاكدوا انكم مفعلين الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لكم. ويلا نبدا فيديو النهارده ونقول بسم الله. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. عمرك حسيت انك مستمتع وانت بتذاكر وبتنجز، وانك مركز ونشيط ومتحمس باللي انت بتعمله؟ طب حسيت قبل كده انك مش طايق المذاكره ومهما عملت مش هتنجح، وحتى لو نجحت عمرك ما هتوصل لحاجه في البلد دي؟ وليه التعب اصلا؟ ما تقلقش، انت مش لوحدك، ده حالنا كلنا. لكن ازاي تخلي الاحساس الاول يسود على الاحساس التاني، تقدر تخرج بسرعه من الاحساس ده وترجع لمذاكرتك تاني؟ بص، لازم تكون عارف انت بتذاكر ليه اصلا، وليه عايز تجيب مجموع حلو وعالي، والسبب ده لازم يكون حقيقي فعلا. يعني مش لازم تقول لي عشان افيد البلد واهلي والكلام ده، لا، لازم تكون صريح مع نفسك، اللي هو يكون في فعلا هدف انت عايز توصله من خلال مجموعك ده، ايا كانت اهدافك ايه، واللي من ضمنها انك عايز تكون حر في اختيار كليتك، او انك عايز تكمل حياتك في انك تشتغل في المجال ده. المهم ان الهدف يكون حقيقي عشان فعلا يحفزك وقت اللزوم. يعني في مثلا بيكتب هدفه بشكل جميل كده ويحطه قدامه دايما على المكتب وهو بيذاكر، او حاجه ترسم صوره لهدفك اللي نفسك تحققه، او ممكن فيديوهات تحفزك، او ممكن حاجات ابسط من كده زي انك تشتري اقلام جديده او تشتغل على اب جديد يحفزك انك تعمل لسته تذاكر عليها. المهم اكتشف انت بتتحمس ازاي، حط تصور او خطه لليوم تمشي عليها. لازم يكون التصور ده دقيق قوي في الوقت، لكن عشان ينظم لك دماغك وعشان ما تاخدش وقت كبير في التفكير انك هتعمل ايه. حط اهداف قريبه وكافئ نفسك لو انجزتها. يعني لو مثلا خلصت جدول النهارده فانا هخرج مع اصحاب، او لو جبت في امتحان الفيزياء كذا فانا هخرج مع اصحابي على البلاي ستيشن. المهم كافئ نفسك بعدها. ففي ناس مش بتشتغل الا لما تكون متحمسه فعلا. الموضوع ده كان في مقوله شهيره بتقول: حسيت قبل كده انك مكسل عن الصلاه، واول ما تقوم تصلي وتدخل في خشوع تلاقي نفسك متحمس انك تصلي اكتر، تحس بفرحه كبيره جدا انك رضيت ربنا واديت صلوات. نفس الفكره في المذاكره، حاول تشتغل على حسب خطه يوم، حتى لو حماسك قل في احساسك بالمسؤوليه ان في واجبات لازم تخلص او حاجه لازم تتذاكر النهارده، هو ده اللي هيدفعك انك تذاكر حتى لو مش مستمتع. ونتيجه تعبك ده هتظهر لك في تشجيع مدرستك ليك، او درجه حلوه جبتها في امتحان، او احساسك انك منافس مش سهل وسط زمايلك. كل ده هيساعدك تستعيد حماسك من تاني. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، والسلام عليكم.